ضعوا بيضاً في الأفوكادو وشاهدوا ما سيحدث. سأبدأ بوضع 4 بيضات في وعاء مع أفوكادو مقطع إلى قطع. سنضع كل شيء في الخلاط ونضيف كوباً من السكر وملعقتين كبيرتين من الزبدة وكوباً من الحليب. سأغطي الوعاء وأخلط المكونات جيداً. وقبل أن أنسى، أخبروني من أي مدينة تشاهدوننا لكي أرسل لكم تحية خاصة. اليوم التحية موجهة إلى المغاربة، يسعدني أنكم تحبون وصفاتنا. بعد خلط جميع المكونات، سأنقل الخليط إلى وعاء آخر. سنضيف كوبين من دقيق القمح بعد تنخيله. هذا سيجعل عجينتنا ذات قوام أفضل. سأخلط المكونات معاً. أخبروني إذا كنتم قد استخدمتم الأفوكادو والبيض من قبل في تحضير وصفة مثل هذه، أرغب في معرفة ذلك. عندما أعدها في المنزل لا يتبقى منها شيء أبداً، فمن المستحيل أكل قطعة واحدة فقط. أنا متأكد أن عائلتكم وأصدقائكم سيحبونها، بل وقد يطلبون منكم طريقة تحضيرها. انظروا كيف أصبحت عجينتنا رائعة. سأضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وأخلط مرة أخرى. باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، يمكننا صنع وصفة ألذ بكثير من تلك التي تباع في الأسواق والمخابز التقليدية. أنا متأكد أن هذه الوصفة ستصبح جزءاً من روتينكم، كما أصبحت جزءاً من روتيني. مثالية للأيام التي لا تملكون فيها وقتاً للطهي، ولكنكم ترغبون في وصفة مليئة بالنكهات. أنا لا أستخدمها هنا، لكن إذا فضلتم، يمكنكم إضافة القليل من خلاصة الفانيليا لإضافة لمسة خاصة. سأسكب العجين في قالب مدهون بالزبدة والدقيق. إنها سهلة ومريحة وسريعة التحضير. لقد أصبحت بالفعل وصفة الكعكة المفضلة لدي. أخبروني ما هي وصفاتكم المفضلة، أرغب في معرفة ذلك. باستخدام ملعقة مسطحة سأمهد سطح العجين. من المهم فعل ذلك لكي يكون حلواً وجميلاً ولذيذاً. سنخبزه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة. لا تنسوا أن الوقت قد يختلف حسب قوة فرنكم. أشك في أنكم قد جربتم كعكة مثل هذه من قبل. إذا أردتم إبهار أصدقائكم بوصفة مبتكرة ولذيذة، فهذه خيار ممتاز. لم أعد بحاجة إلى إنفاق المال على الحلويات باهظة الثمن التي ليست لذيذة في النهاية. لن تستطيعوا التوقف عند قطعة واحدة.